طبعا كلنا عرفنا وخدنا بالنا وحسينا في درجة ارتفاع البنزين اللي حصلت من قيمة أربع خمس أيام أو أسبوع، دي اللي هي الأخيرة، اللي هي بقى البنزين التمانين ب10 جنيه والبنزين ال92 ب11 ونص أعتقد باين، وال95 ب12 ونص حاجة كده يعني. فطبعا زيادة أوفر أوي على كل الناس، حتى الغاز الطبيعي اللي هو في معظم العربيات دلوقتي اللي الناس كانت بتلجأ له بتركبه في العربية بتاعتها، وتستحمل إن الأسطوانة تبقى تقيلة على العربية، وتستحمل إن الشنطة وتلات أرباعها بيبقى بيتاكل بسبب الأسطوانة. بس الناس بتستحمل الكلام ده عشان توفر في الغاز، والغاز ده منتشر في البلد ومش بنستورده بدون يعني بدون دخول في تفاصيل سياسية وكده. برضو الغاز غلي بقى ب5 ونص المتر المكعب، وده اصلا يعني الناس بتهتم بيه وتهتم بالكهرباء بتاعه العربيه وتغير بوجهات وسلك وبتاع، وهو برضو يعني مكلف وبيخنق العربيه الى حد ما شويه. فالناس كانت بتلجأ له وتركبه، وكان موجود في الاحلال العربيات الجديده اللي الناس سلمت العربيات القديمه وخدت عربيات جديده، اللي هي الاسبرانزا تيجو والالنترا اتش دي والاكسنت ار بي والبي واي دي ولادا جرانتا والعربيات دي. كلها نازله غاز، وفي ناس كتير دلوقتي بقى محطات الغاز بقت منتشره، والاتوبيسات كلها غاز، والميكروباصات الجديده اللي هي التيوتات كلها غاز، والملاكي معظمه غاز طبعا، ده بخلاف التاكس. طبعا ده برضو الغاز غلي، فارتفاع سعر الغاز مع ارتفاع سعر البنزين ده يعني ده ما بيعليش خالص من اسعار العربيات. ده المفروض يخلي العربيات تنزل مش تغلى، لان انت مش لاقي اصلا اي ميزه في العربيه لما تجيبها. يعني انت هتجيب العربيه اصلا تمنها غالي مستعمل، وقطع غيارها غاليه.